التجدد الرحمي وبطانة الرحم المهاجرة تم اكتشافها مجهريا سنة 1860 بواسطة كارل فون روكاتينسكي، والحالة كانت موصوفة من أيام أبوقراط من 4000 سنة. هما حالتان مصاحبتان للدورة الشهرية وتصيبان الإناث. رغم تشابه الحالتين في الأنسجة التي هاجرت إليها، لكن مختلفتان اختلافا جوهريا في كيفية تأثيرهما على الجسم وأماكن ظهورهما وأعراضهما ومضاعفتهما المختلفة، وأيضا اختلاف في طرق العلاج، كما أنه يمكن الإصابة بكلتا الحالتين في نفس الحالة. سابقا أيام ما كنا بنتعلم سنة 1984 وأنا في الكلية، كان بنعتبر الحالة دي حالة واحدة ونسميها بطانة رحم مهاجرة، ولكن دلوقتي عرفنا إن هما حالتين. في حالة إن وجود أنسجة بطانة الرحم أو أنسجة شبيهة ببطانة الرحم خارج التجويف الرحم، ده المكان الطبيعي بتاعها، فلو دخلت جوه العضلات بتاع الرحم فبنسميها تجدد رحمي أو عضال تجددي رحمي أو بطانة رحم مهاجرة داخلي. لو هذه الأنسجة بطانة الرحم أو أنسجة مشابهة لبطانة الرحم وجدت على أعضاء تناسلية أو ما حولها داخل البطن زي الأبيضين، قناة فاللوب، المثانة، أو فوق شوية الأمعاء والمعدة، أو حتى وجدوها في الرئة وفي المخ، وفي حالات لما بيحصل جرح بعد قيصرية أو عمليات رحم لقوها في الجرح، فبيسموها بطانة رحم مهاجرة خارجية أو انتباز بطاني رحمي. طبعا أنسجة بطانة الرحم الطبيعية قلنا موجودة في التجويف الرحمي، ده عبارة عن غدد مخاطية وحواليها نسيج ضم بنسميه ستروما. طبعا بتتكون من طبقتين، طبقة قاعدية وطبقة وظيفية. الطبقة القاعدية اللي هي بين بطانة الرحم والعضلات، دي اللي بتكون الطبقة اللي هي الوظيفية لما بتقع كل شهر مع الدورة. طبعا بتنمو البطانة بطانة الرحم كل شهر، بتستنى استعدادا للبويضة الملقحة. لما بيحصل ان ما يحصلش تبويض وان الهرمونات في تغيرات هرمونية، فالطبقة دي اللي هي الطبقة الوظيفية بتقع ويعاد تكوين طبقة تانية من الطبقة القاعدية. في كلتا الحالتين وجود هذه الأنسجة خارج مكانها الطبيعي بيؤدي إلى التهاب، وأيضا بيؤدي إلى تكيسات مؤلمة، بيعمل تكيسات صغيرة ممكن توصل في المبيض لكيس كبير، وتندب يعني بيحصل جروح ومنها. كما أن تراكم الأنسجة الليفية بين الأعضاء التناسلية داخل البطن بيؤدي إلى التصاقها. وإلى حلقة أخرى.